سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. القصه ديال اليوم من جنوب افريقيا، وقعوا احداثها في مدينه كيب تاون في سنه 1997. كانت عائله نيرس اللي متكونه من الزوج اللي سميتو مورني والزوجه سيليس. كانوا كيعيشوا اسعد لحظات حياتهم حيت كانوا كيتسناو اول مولود ليهم. وفي تاريخ 30 ابريل 1997 سيليست غادي تولد وغادي يسميو المولودة زيفاني. ولكن هذيك الفرحة كاملة غادي تتحول لكابوس في لحظة واحدة. سيليست كانت ولدات سيزاريان، داكشي علاش كان خاصها تبقى في السبيطار واحد المدة، ومع الأسف في هذيك المدة غادي يوقع عليها اللي ما عمرها كانت متوقعاه. سيليست غادي ترضع بنتها وغادي تنعسها في الكونة ديالها، وغادي تنعس حتى هي باش ترتاح. شويه غادي تدخل عندها الفرمليه وغادي تسولها على بنتها. سيليست ما فهمات والو. كيفاش؟ فين هي تيفاني؟ حطيتها هنا؟ شكون داها؟ وبكثرة الصدمة والخلعة على بنتها غادي تسخف في البلاصة. كاع اللي خدامين في السبيطار ناضو كيقلبوا، ولكن زيفاني ما كانش ليها الاثار وما لقاوها في حتى شي بلاصة في هذاك السبيطار. سيليست بدات كترجع الذاكرة وتفكرات انها قبل ما تنعس دخلت عندها واحد الفرملية وقالت لها غير نعسي وارتاحي، انا غادي نرد البال لبنتك. ومن تما ما عاودتش شافتها. وماشي غير هي اللي وقع ليها هذا الشيء، واحد المراه حتى هي كانت ولدات في هذاك النهار دخلت عندها واحد الفرمليه بنفس الشكل وهزات ليها بنتها. ملي فاقت الام وسولاتها علاش هزاها قالت ليها غير كنت دايزه من هنا وسمعتها كتغوت وهزيت باش نسكتها. ولكن هذيك الام ما ارتاحتش ليها وما تاقتش فيها. البوليس من بعد ما قلبوا السبيطار كامل بقات ليهم بلاصه وحده، وهي اولا هو المدخل ديال الطوارئ. وفعلا فاش غادي يقلبوه غادي يلقاو واحد المخده مليوحه للوسط، وغادي يعتقدوا ان هذيك المخده استعملتها باش تبان حامله وتقدر تدخل للقسم الولاده بكل سهوله. ولكن السؤال اللي بقى مطروح، هاد المراه علاش بغات هاد الوليدات؟ واش بغات تربيهم اولا كتاجر فيهم؟ ولكن في كل الاحوال كتبقى شي حاجه خايبه بزاف. سيليست ومورني كانوا فرحانين ببنتهم وكيفكروا في حياتهم كيفاش غادي تكون من بعد ما رزقهم الله باول فرحه في حياتهم، حتى لقاو راسهم وسط هاد الكابوس وما عارفين شنو خاصهم يديروا باش يلقاو بنتهم اولا فين يقلبوا عليها وشنو المصير اللي كيتسناهم. واكثر حاجه كتضر في القلب هي انهم كان خاصهم يخرجوا من السبيطار ويرجعوا للدار بلا بنتهم، وما كانوش عارفين ان المصير كيكتب لهم سيناريو اغرب من الخيال. كانوا كيخرجوا في مقابلات وكيطلبوا من المراه اللي خطفات بنتهم باش ترجعها ليهم اولا تخليها في شي بلاصه اللي معروفه باش يقدروا يلقاوها. غدوز واحد الفتره البوليس غادي يجيهم اتصال من عند واحد السيده غادي تقول لهم بانها شاكه في جارتهم حيت ما عمرها شافتها حامله، ولكن حاليا عندها واحد تربيه صغيره في الدار وما عرفاش منين جابتها. فاش غادي يمشيو البوليس عند هذيك الجاره غادي يلقاو باللي عندها ولد ماشي بنت، اذا هذيك ماشي زيفاني. دازو سنين طوال وفي هاد السنين سيليست ومورني ما عمرهم استسلموا وكانوا ديما كيقلبوا على بنتهم، ولكن بلا حتى شي نتيجه. زيفاني ما عمرها تلقات. وفي هاد السنين ولدوا 3 د الوليدات واحد اخرين. ومن بعد سنوات من المحاوله باش يحافظوا على هذيك الاسره وبسبب الحزن والتوتر اللي خلاه المشكل ديال بنتهم زيفاني العلاقه ديالهم غادي تدهور وغادي ينتهي الزواج ديالهم بالانفصال. من بعد الطلاق بقاو بجوج بيهم دايرين اليد في اليد باش يلقاو بنتهم ويرجعوها لحضن العائله، وعمرهم نساوها لدرجه انهم كانوا كيحتفلوا بعيد ميلادها كل عام. فواحد النهار غادي يتصل بهم واحد السيده وغادي تقول لهم بانها عندها معلومات مهمه واللي كتخص بنتهم زيفاني، ولكن ما غادي تقدر تقول لهم حتى شي حاجه حتى يعطيوها واحد المبلغ. سيليست غادي تمشي نيشان عند البوليس وغادي تعاود لهم اللي كاين، ومن بعد ما غادي يتبعوا هذاك الاتصال غادي يقدروا يعرفوا الموقع ديال هذيك السيده، وغادي يتفاجئوا ملي غادي يكتشفوا انها كانت الجاره ديال ما.
وكانت غير باغا تستغلهم باش تاخد الفلوس وما كتعرف حتى شي حاجه. ومن طبيعه الحال ما دوزوها ليهاش مرور الكرام وحكموا عليها ب3 سنين ديال الحبس وخدات الجزاء ديالها. بقات الاوضاع على حالها ودازو سنين طوال بلا ما يكون عندهم حتى شي خبر على زيفاني. ووصلنا لسنة 2015. البنت الكبيرة اللي تولدات من بعد زيفاني غادي يكون في عمرها 14 سنة وغادي يكون سميتها كاسيدي. كانت كتقرا في سانكيام وفي نفس هذاك العام غادي تتعرف على واحد البنت كتقرا في الباك سميتها ميشي وفي عمرها 17 سنة. كانوا كيحسوا براسهم بحال كيعرفوا بعضياتهم من مده طويله، عندهم نفس الافكار نفس العقليه وكيتشابهوا حتى في الشبه، ما كانوش كيتفارقوا واللي شافهم كيتحاب ليه باللي خواتات. وهذا الشيء كان كيعجبهم بزاف. فواحد النهار كاسيدي تبقى تعاود لماماها وباباها على صاحبتها الجديده وغادي تقول لهم حتى على الشبه اللي بيناتهم وغادي تقول لهم على الناس شنو تيقولوا عليهم. غادي تكون كتضحك وعاجبها الحال، صحابات وقرب من بعضياتهم وزيد عليها كيتشابهوا لدرجه كبيره، شي حاجه اللي زوينه بزاف وقليل فاش ممكن نصادفوها. سيليستو مورني غادي يجيهم الفضول باش يعرفوا شكون هاد البنت اللي كتشبه لبنتهم لهاد الدرجه. غادي يطلبوا من بنتهم باش توريهم تصويره ديال هاد البنت. فاش غادي يشوفوها غادي يتصدموا وغيبقاو يشوفوا في بعضياتهم كيفاش واش ممكن يكون هاد الشبه كامل حاجه طبيعيه. غادي يجمعوا الضحكه وغادي يسولوا بنتهم على تاريخ الازدياد ديال صاحبتها وغادي تقول لهم بانها تزاد نهار 30 ابريل 1997 وهو نفس النهار اللي تولدت فيه بنتهم زيفاني. ديك الساعه غادي يتصلوا بمكتب الخدمات الاجتماعيه وغادي يعاودوا لهم اللي وقع. وفعلا هما بدورهم غادي يتصلوا بالمدرسه اللي كتقرا فيها ميشي وغادي يطلبوا منها باش تمشي للاداره. وهضروا حتى مع المحققين وقالوا لهم بان هذيك البنت حنا شاكين او متاكدين انها بنتنا زيفاني. مشاو كاملين للمدرسه باش يشوفوا ميشي. المحققين بداو كيسولوها على اين سبيطار تولدات فيه وفاش قالت لهم الاسم ديالو مشاو قلبوا عليها ولكن ما غادي يلقاو حتى شي وحده بهذاك الاسم، يعني غير كذبوا عليها. ميشي كانت مصدومه وما فاهمه والو وقالت لهم هاد الشيء ما يمكنش وما كيدخلش للعقل. انا عندي والديا ومهلين فيا وكيبغيوني بزاف ومستحيل يكونوا غير رباوني. بقات كتعاود لهم على انها دوزت معاهم احسن طفوله وماماها كانت معاها في كل دقيقه من حياتها وباباها حتى هو. ولكن فاش غادي يديروا التحاليل غيكتشفوا انها فعلا زيفاني بنت سيليستو مورني اللي تخطفات من السبيطار. وهاد السنين كامله كانت غير حداهم ولكن ما كانوش عارفين يوصلوا ليها. وصاحبتها كانت فعلا اختها. العائله كامله كانت فرحانه ببنتهم واخيرا رجعت ليهم. ولكن زيفاني كانت العكس ديالهم تماما، اكتشفت ان حياتها كلها كانت كذبه. زيفاني من بعد ما عرفت الحقيقه السلطات ما غاديش يديوها مباشره لعائلتها، كنهضر على عائلتها الحقيقيه، وكان خاص ضروري يدخلوا خبراء نفسيين واجتماعيين حيت الصدمه كانت كبيره بالنسبه ليها وما كانتش مستعده باش تقطع العلاقه مع السيده اللي رباتها حيت كبرت معاها وحلت عينيها عليها وحياتها كامله ما كتعرف حتى شي حضن من غيرها. زيفاني في حوارات صحفيه قالت انها كانت في صراع داخلي كبير، كيفاش نكره المراه اللي رباتني بحنان وفي نفس الوقت نحب العائله اللي من دمي. السلطات خلاتها تكون تحت الرعايه الاجتماعيه مؤقتا حتى كملات 18 سنه حيت ما كانش بقى ليها بزاف باش تكملها. ومن بعد قررت باش تبقى مستقله، ما غادي تعيش لا مع العائله اللي رباتها ولا مع العائله الحقيقيه ديالها اللي ولداتها. السيده اللي خطفاتها كان سميتها لافونا وتحكم عليها ب10 سنين ديال الحبس. اما الاب اللي سميتو مايكل فاش حقوا معاه قال لهم انهم ما عارف حتى شي حاجه على هذا الشيء. وهاد السنين كامله كان كيعتقد ان زيفاني فعلا بنته حيت مراته كانت حامله في هذيك الوقت، ولكن من بعد غادي ترجع وهي في يديها البنيته وما عرفش واش بنته اولا ماشي بنته حتى داز
17 سنة. المحققين غادي يكتشفوا أن هذاك الجنين اللي كان في كرشها مات، وفي بلاصة ما تقبل الوضع وتحاول مرة أخرى غادي تفضل أنها تخطف بنت الناس وتخليهم كيعيشوا في العذاب لمدة سنين، وكون ما جمعهمش القدر ربما كان معمرهم يتجمعوا. زيفاني هادشي كامل كان صعيب عليها وما قدراتش تقبله، وبالخصوص فاش تحكم على الام ديالها ب10 سنين ديال الحبس. بقات مدة طويلة وهي كتعالج عند الطبيب النفسي وما كانتش كتمشي للمدرسة، ولكن من بعد ما دازت واحد الفترة غادي تبدا تحاول تقبل الوضع ديالها، وقررت باش تبدل الاسم ديالها وتجمع ما بين الاسماء بجوج، الاسم الحقيقي والاسم المزور اللي عطاوها العائلة اللي رباوها، زيفاني ميشي. وكتبات واحد الكتاب سماتو أمتان وابنة، تزوجات وولدات 2 وليدات. وفي سنة 2023 الأم اللي رباتها لافونا غادي تخرج من الحبس من بعد ما دوزات 7 سنين فقط، حيث التصرفات ديالها أولا الأخلاق ديالها كانوا مزيانين. أما عائلتها الحقيقية فمازال لحد الآن ما قدروش يسمحوا ليه، حيث حرمتهم من بنتهم طول هاد السنين وما كانوش عارفينها حتى واش ميتة ولا حية، وواخا يديروا اللي داروا عمرهم يقدروا يقربوها ليهم ويخليوها تحس انها وحده منهم. اما بالنسبه لزيفاني فبقات بين نارين، كتبغيها حيت رباتها بحنان وخلاتها تعيش طفوله زوينه، ومن جهه اخرى كتحس بالخيانه حيت خطفاتها وحرمتها من عائلتها الحقيقيه، وقالت بانها بقات في حرب ما بين الطفله اللي كبرات في حضن امها والواقع اللي كيقول انها ماشي الام ديالها. لو كنتو في بلاصه زيفاني واش كنتو غادي تسمحوا للام اللي خطفاتكم ولا عمركم باقيين تشوفوا وجهها؟ الى عجبتكم القصه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كانت معكم دوجا ناصر، نتلاقاو في الفيديو الجاي.